السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. تعالوا النهاردة نعمله أحلى وأطعم مخلل فلفلة بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. طبعا انتوا عارفين الفلفلة كتيرة أوي في السوق وأوانها الأيام دي في الصيف بالذات، ورخيصة جدا. جايبين فلفلة طازة معانا وجميلة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. خلي بالكم دي مش حراقة أوي يا جماعة، بيبقى فيها براد. الحراقة اللي بتبقى لها بوز. أنا غسلتها حلو غسلة جميلة بالخل كمان، واجي اجيب السكينة زي ما انتوا شايفين وافتحها في النص كده بالطول كده، وافتحها اخلص الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني بإذن الله. طبعا انا قطعت الفلفلة يعني فتحتها، وغسلت البرطمان المخلل غسلة جميلة بالمية السخنة واعبي فيه زي ما انتوا شايفين. احط الفلفلة كلها في البرطمان. الطريقة سهلة خالص للبنات المبتدئين، ولو أول مرة تشوف قناتي فضلا ليس أمرا حط لنا لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مع صنف في مطبخي. وحطينا كل الفلفلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين في البرطمان. يلا بينا على كده نحضروا المحلول بتاع الفلفلة، المية والملح ومعلقة سكر. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين عبينا البرطمان بتاع الفلفلة. حضرنا يطلع رتين من المية حسب البرطمان بتاعي، برطمان المخلي، وحسب الكمية اللي بتعمليها. 3 معالق من الملح، لو عايزاه حادق بزيادة حط 4. الملح بتاعنا خشن، وحطيت عليهم معلقة سكر بتخليها مقرمشة معانا. معلقة السكر كده ويقعد معاك فترة طويلة ما يتهرش بسرعة. وزي ما انتوا شايفين بدوب حلو، بدوب الملح مع المية حلو عشان خاطر الملح بتاعنا خشن. بعد ما داب الملح هنحط على طول المحلول بتاعنا في المخلل. الطريقة طبعا سهلة جدا. زي ما انتوا شايفين احط المية كلها بتاعة المخلل، ولو عايزتاني ممكن اجيب نص كوباية واحطها نص معلقة ملح عشان ما يبقاش ماسخ معانا، يبقى مظبوط. خلصنا المخلل بتاعنا والركوع حلو، ونسيبوه مدة 3 ايام تاكلي منه حسب الحرارة اللي تحطيه فيها. ممكن تحطيه في المطبخ يقعد معاك 3 ايام. لو كانت فيه حاجة مهوية كده عشان احنا عاملينها اخضر ممكن يقعد معاك 4 ايام بالكتير. طريقة سهلة جدا وبسيطة للبنات المبتدئين. يا رب يكون عجبكم طريقة المخلل الفلفلة بطريقة جميلة، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.